يسعدنا ان يكون ضيف حلقتنا النهارده الشاعر الغنائي والكاتب سمير ابو الحمد. اهلا بيك معانا يا فندم في برنامجنا. اهلا بحضرتك فندم. طبعا يعني انا بيستوقفني جدا كلمه الشعر، وكلمه بتنم عن احساس عالي جدا، والشاعر انه يعني بيشعر بكل ما حوله، بكل مظاهر الجمال اللي حواليه، وكل يعني شكل جميل او كلمه حلوه ممكن انها يعني تستفزه ان هو يطلع احلى واجمل ما عنده. اتجاه حضرتك للشعر، احنا طبعا حضرتك شاعر وكاتب وصحفي ومؤلف في العديد من الاعمال التلفزيونيه والاذاعيه، نقول 7 صنايع. الحمد لله البخت مش ضايع اكيد، يعني حضرتك بتقولي 7 صنايع وهو المثل المعروف 7 صنايع والبخت ضايع، فالحمد لله هو مش ضايع يعني. الحمد لله. لان اكيد الانسان اللي بيجتهد ربنا طبعا بيجعل له مساحه جميله في القلوب يعني. فتخيلي عندما يكون الشاعر يعني انسان، اعتقد ان الشاعر انسان مختلف عن اي انسان عادي يعني، لان الشاعر حضرتك يمكن قلتي مسبقا شعور. فالشعر هو الأقدر على التأثير، وهو الأقدر على التعبير، وهو الأقدر على كل التحولات التي يمكن أن يحدثها من خلال قصيدة شعرية يعني. بالإضافة لحاجة تانية، أن الشعر لا يعلم، نحن نرضع الشعر مع حليب البداية، وأنا لم أتعلم الشعر ولكن ولدت شاعرا. يمكن انا فعلا زي ما بقول لحضرتك رضعت مع حليب البدايه، فطلعت محدش علمني ان اكون شاعر. ممكن الانسان يتعلم من لعب الكره، يتعلم الغناء، يتعلم الخط، يتعلم اشياء كثيره جدا، ولكنه لا يتعلم الشعر. عين الشاعر او عين الفنان بتبصر ما لا يراه غيره. اكيد طبعا. وهنا يمكن حتى في القران ربنا اصطفى الشعراء في الذكر، يعني انهم الاقدر على التاثير في الوجدان، والاقدر على التاثير في الناس. يعني الشعر ممكن ان يكون ثوره. فربنا لم يذكر سوى الشعراء في القرآن يعني، لأن الشاعر هو القادر على أن يقود. يعني هو الشاعر قائد، يعني قائد بكلماته، بس الكلمات الجادة، الكلمات التي تصنع ثورة، الكلمات التي تؤثر في الوجدان يعني. حضرتك يعني طبعا من اعمالك حضرتك بحس انك بتميل شويه للشعر الرومانسي، يمكن اغلب كتاباتك بتداعب المشاعر الجميله، المشاعر الرومانسيه اللي اكيد ما زالت بداخل كل واحد فينا. نقول اتجاهك لهذا اللون من الشعر اللي هو يعني بحس ان هو ما بتروحش عليه ابدا، يعني ما فيش موضه فيه، ده الشعر الرومانسي ما زال برضو بداخل كل واحد فينا الاحساس الجميل ده. اكيد انا هقول لحضرتك حاجه، الانسان بطبعه خير يعني. فتخيلي الشاعر، يعني الشاعر احنا اتفقنا ان الشاعر شعور. انا صدقيني لو قلت لحضرتك ان حلمي الوحيد ان يحكم الحب العالم. انا احلم بيوتوبيا التي لم يستطع افلاطون ان يحققها سوى من خلال الورق. انا احلم بيوتوبيا في الواقع، ويمكن يعني فعلا بحاول من خلال دولتي الصغيرة وهي أسرتي الصغيرة، أمي وأخوتي وأصدقائي، أن أصنع يوتوبيا من خلال التعامل. فأنا دائما أميل إلى شاطئ الأحلام وشاطئ الرومانسية، بعيدا نحن نعيش في عصر مادي، عصر تغيرت فيه كل القيم والمبادئ وسحقت تماما يعني. فما أحوجنا إلى قصيدة رومانسية تلطف صخب الأيام يعني. وما أحوجنا الآن إن احنا نسمع من حضرتك كده برضه من كلماتك شعر رومانسي جميل. وأنا طبعا بشكر حضرتك على هذا الإطراء الجميل يعني، لكن أنا أحاول أن أكون يعني. مقدمة: يعشقني أطفال العالم وأنا لا أعشق غير الطفل النائم في عينيك. هواك الآن يدخلني، يشكلني، يعيد صياغة الأشعار والأفكار، يبدلني ويمنحني زمان رائع الإشراق، يخضر في دنا عمري سنين الحب والأشواق، يتوبني أميرا في دنا العشاق، يبدد كل آلامي، فضميني لعينيك. أنا أحتاجها وطنا أبعثر فيه أيامي، أنا أحتاجها طفلا أجدد فيه أحلامي، أنا أحتاجها شمسا تنير طريق أقدامي، أنا أحتاجها قمرا لإلهامي، أنا أحتاج عينيك بكل الصدق يا أنت، تعيد لقلبي العنوان، تدمر يأس أيامي، تحررني من الأحزان، تعيد زماني الملآن بالهمسات،
بالبسمات، ووسط حدائق الأشعار تأخذني من الآغار، تزرعني بدنيا الناس أزهارا وأشجارا، تحفرني على الطرقات، وعند الشمس تأخذني، تعلمني بأن الحب مزروع بهذه الأرض منذ النشأة الأولى ومنقوش على السماوات. أنا أحتاج عينيك بكل الصدق يا أنت لتأويني، أنا أحتاج عينيك فضل. أستاذ سمير أبو الحمد، برنامجنا طبعا عن الأمثال. طبعا الأمثال الشعبية اللي هي موروث جميل، يمكن كتير من الشعراء بيستعينوا بهذه الأمثال ممكن في كتاباتهم وصياغتهم الشعرية، فإيه حضرتك في الأمثال؟ احنا بطبعنا مصر فيها 70 مليون حكيم او 70 مليون قوال، يعني في اي موقف تلاقي الافيه على طول خرج مثل او عبارة. احنا شعب مرتجل بطبعه، فتلاقينا حتى في وخاصة في الأحياء الشعبية. الأحياء الشعبية هي الأماكن اللي يمكن بيتوج المثل فيها ملك على عرش هذا المكان، يعني لأن طبعا أنت عارفة الناس البسطاء الطيبين قوي دول، فتلاقي لما واحد يجي يكلمك كده فيقول لك على رأي المثل، كأنه بيستدل أو بيبرر كلامه بأن في مثل. أكيد وبعدين أنا تصديت على فكرة لكتابة الأمثال في الإذاعة، وعملت مواقف وأمثال، برنامج يومي درامي كنت بتناول مثل بس بصورة درامية في كل حلقة يعني. عظيم. يعني حضرتك كده نستنتج انك بتؤمن بالامثال الشعبيه. اكيد طبعا في امثال ايجابيه واكيد في امثال برضه سلبيه بنبقى عايزين نتلافاها شويه، لكن معانا النهارده مجموعه من الامثال نعرضها على حضرتك كده ونشوف رايك فيها ايه. موافق؟ اكيد طبعا، اتفضل. اول مثل معانا بيقول الكتكوت الفصيح من البيضه بيصيح. طبعا المثل ده يعني ينطبق على حضرتك، وده احنا قلناه مع الشاعر بالتحديد. يعني حضرتك ابتديت من امتى؟ من وانا عندي 9 سنين، بس لم اكن اعلم ماذا اكتب او ما اكتبه. انا اكتب يعني خربشات على الورق يعني، ولكن لم اتبين هل هذه قصيده، هل هذه فكره. انا كل اللي انا بحسه اني بصب ما في داخلي على بياض الورق وبس. تفتكر اول حاجه كتبتها يا استاذ؟ لا والله، انا اذكر ان انا كنت بسمع الاغاني زمان، فكنت بسجلها على ورق او في كشكول. وبعدين بعد فتره كده عملت فلاش باك على ما اكتبه، فقلت طب انا ليه ما اكتبش؟ يعني هتدي مذاق الاغاني لما كتبتها وفرغتها على ورق. 8 سنين بالتحديد يعني. فقلت لا، ده انا جوايا احساس كبير قوي ان انا اكتب، فبدات فعلا اكتب انا، ولم اقعد استعين باغنيات بسمعها، لا، ولكن انا بدات اغني كلماتي وليست اشعاري، لاني لم اكن اعلم ماذا اكتب بالتحديد. لكن معرفه ما اكتبه شعرا او نثرا او خاطره جاء في مرحله النضوج، وطبعا من خلال اساتذتي يعني من خلال اساتذتي الذين علموني. بعدين انا قارئ جيد يعني، انا قارئ مهني. يعني نقول ان حتى لو كانت الموهبه موجوده لازم تكون في بعض العوامل المساعده اللي بتهيئ للشاعر مناخ ومجال اوسع، منها طبعا القرايه والوقوف على شعراء اخرين برضه. اكيد. ما هو انا هقول لحضرتك على حاجه، الشاعر لا يستطيع ان يقول انا مستطيع بموهبتي فقط، لانه يبقى شاعر اجوف. انا احتاج ان اطرق ابواب جديده، مدارس اخرى، اتعلم من الاخرين، من الشعر الجاهلي، الشعر العربي الحديث. فبدات اقرا لكي اعرف انا في اي محطه. الشاعر بطبعه حالم، الشاعر بطبعه طموح، فانا لم اتوقف عند مرحله معينه، والا ما كنتش قاعد مع حضرتك دلوقتي يعني. لكن مين اكثر الشعراء يعني حضرتك تحس ان هو قريب منك قوي وكتاباته تحس انها قريبه لقلب حضرتك؟ والله انا اعتقد ان سيد شعراء العربيه في العصر الحديث نزار قباني هو الاقرب الى قلوب كل من يكتبون العربيه، لسبب واحد، ان نزار لو حضرتك لقيتي ورقه في الشارع فيها قصيده مش عليها اسم نزار، هتقولي دي قصيده نزار، لانه استطاع ان يصل الى بياع البطاطا اللي في الشارع، لدرجه ان هو قال في يوم من الايام انا التقط الشعر من افواه الناس ثم اعيده اليهم خبزا يوميا. فكيف يصل الخبز اليومي اذا لم يكن بسيطا؟ فنزار هو شاعر الناس. الشاعر الاخر والذي يرتدي عباءة نزار ولكن باسلوبه البسيط ايضا السهل الممتنع هو الشاعر فاروق جويدة في مرحلة ما، ولكن ليس في هذه الفترة يعني في مرحلة ما في حياتي كنت يعني